مرحبا بكم الاخوان. اليوم غادي نتكلم لكم على واحد السيد حط لي هذا الكومونتير هذا اللي كيبان لكم في الشاشه. ذكرني في واحد الحاجه كنت غفلت عليها، وقال لي ودي دير لنا شي فيديوهات بالنسبه للناس المغاربه اللي بغاو يمشيو يقراو في اسرائيل. بطبيعه الحال اليوم نحط لكم هاد السكرين هذه كتبان لكم في الشاشه. تواصلت مع بن غوريون يونيفرسيتي نيغيف. جامعه بن غوريون كاينه في النقب. النقب البلاصه اللي كنت مشيت ليها، شفت الجامعه تما وهضروا لي على الناس تما، قال لي ودي راه كتوفر اقامه مريحه للطلاب، وبزاف ديال الطلبه كيجيو لها من جميع انحاء العالم. فمن خلال التواصل ديالي معهم سولتهم، شرحت لهم شكون انا بعدا كان والو، قلت لكم بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا يقراو هنا شنو كيطلبوا. و الادمينستريشن ديال اليونيفرسيتي صيفطوا لي واحد لا ليست. صيفط لهم في الايميل، قالوا لي صيفط لنا في الايميل. فصيفط لهم في الايميل، صيفط لي واحد لا ليست فيها تخصصات، فيها الناس اللي بغاو يقراو شحال يخلصوا، بالنسبه للسكن، بالنسبه للديغريز اللي كي اكسبتيو، بالنسبه للدول اللي كدير معاهم اسرائيل ستودنت اكسشينجين، بالنسبه للبروغرام ديال اكسشينجين، بالنسبه لبزاف ديال الحوايج. بطبيعه الحال انا ما عنديش درايه من كيفاش كتمشى الجامعه وشنو هما لا سميتو. غادي نحاول نحط لكم واحد الكومونتير غادي يكون مثبت اسفل هذا الفيديو. وبالنسبه لا سميتو نحط فيه نحط فيه كومونتير، نحط فيه جميع المعلومات اللي صيفطوا ليا. اللي مهتم وبغى يدخل يقلب على راسو يشوف، حيت انا ما جيتش نتفلس عليك. انا ما عنديش علاقه، ما بقيتش في الجامعه، ما عنديش معلومات على كيفيه التسجيل في الجامعه. فغنحط لك جميع المعلومات، جميع التفاصيل، طرق التواصل مع اليونيفرسيتي. النمره ديالهم هي نحطها لكم هنايا، والنمره ديالهم ديال الواتساب راه كيجاوبوا سور بلاص. الايميل ديالهم ها هو اللي بغى يتواصل معاهم سميتو. وبالنسبه للمعلومات ديالي انا شخصيا راه نحط لكم في صندوق الوصف فيها النمره، الانستغرام، فيسبوك، الايميل، وفيها كل شيء. واي واحد صيفط لي ميساج راه ما كنبخلش عليه، كنجاوبو. وبشهاده اي واحد هنا قال لك اودي هذا السيد ما كيتجاوبش معايا، يحط لي في كومونتير. تحياتي لكم، نشوفكم في فيديو جديد.